عمرك وقفت قدام مراية نفسك وسألت هو أنا ليه مش عارف أكون النسخة اللي بحلم بيها؟ أو ليه العالم حوالينا رغم كل التطور ده لسه فيه وجع وشر مش عارفين نسيطر عليه؟ الأسئلة دي مش مجرد فضول، دي جذور الحكاية اللي هنحكيها النهاردة. الأسئلة دي هي اللي بتخلينا نفتح كتاب أجوبة الله لويليام ماكدونالد. الكتاب ده مش بيقدم نظريات، لكنه بيواجهنا بالحقيقة زي ما هي، عشان يوصلنا في الآخر لنقطة نور نكون مطمنين فيها. أول حاجة بيواجهنا بيها الكتاب هي فكرة التشخيص. إحنا ليه بنغلط؟ الكتاب بيستند لنص واضح جداً بيقول: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. رومية 3:23. وده مش اتهام، ده توصيف دقيق لحالتنا عشان نعرف نبدأ صح. لو التشخيص غلط، العلاج عمره ما هينفع. وعشان العلاج يكون حقيقي كان لازم يكون موثق ومنطقي. الكتاب بيشرح إن الحل ما كانش ينفع يجي من بشر زينا، كان لازم يجي من حد بلا عيب. وعشان كده الكتاب بيشهد عن المسيح إنه الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. دي مش مجرد كلمات عاطفية، دي قاعدة قانونية ومنطقية هي اللي بتبني عليها ثقتك في اللي جاي. طيب لو بدأت أقتنع إن ده هو الطريق، إزاي أمشي فيه خصوصاً لو حاسس إني لوحدي أو الدنيا حواليا بتضغط عليا؟ الكتاب هنا بيتحول من كتاب حقائق لخريطة طريق. بيعلمنا إن الإيمان مش مجرد فكرة في الدماغ، لكنه خطوات عملية يومية. أجمل حاجة بيقدمها هي فكرة الأمان في الرحلة. بيقولك إنك مش محتاج تكون سوبرمان عشان تنجح، أنت محتاج بس تتبع الراعي اللي بيوعدك وبيقول: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. يوحنا 10:27-28. تخيل كمية الثبات اللي بياخدها الواحد لما يحس إن حياته بقت في إيد أمينة. وفي الآخر الرحلة دي كلها بتوصلنا لأهم احتياج جوانا، الحب غير المشروط. الكتاب بيفاجئنا إن الله مش مستني نصلح نفسنا عشان يقرر يحبنا، هو حبنا وإحنا في أصعب حالتنا. النص اللي بيلمس القلب فعلاً بيقول: ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. رومية 5:8. دي دعوة للراحة النفسية، للشفاء من كل وجع قديم. كتاب أجوبة الله هو دعوة لكل واحد بيدور على إجابة تريح عقله وتسند خطواته وتطمن قلبه. هي رحلة بحث بتبدأ بسؤال وبتنتهي بلقاء بيغير كل حاجة. لو حاسس إن الكلام ده لمس فيك حاجة أو عندك سؤال خايف تقوله، إحنا موجودين عشان نسمعك ونمشي معاك الخطوة دي في هدوء وبكل سرية. جذور، حيث نعود للأصل لنفهم الحاضر.